ثلاثاء أسود في بغداد. نحو 70 قتيلا من أبناء الفقراء سقطوا حتى ساعات المساء فقط في سلسلة تفجيرات بعضها انتحاري، أكبرها في حي الشعب الشمالي ذي الغالبية الشيعية تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. هناك وقع العدد الأكبر من الضحايا، ثم انفجار ثان في مدينة الصدر تبناه التنظيم أيضا، فثالث في حي الرشيد. قال متحدث عسكري عراقي إنه نفذ بواسطة انتحارية. قبل أقل من أسبوع سقط عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات مماثلة في العاصمة، يضافون إلى مئات الضحايا من أبناء وطنهم يسقطون في الحصار والغارات غربا وشمالا ووسطا. في كل مرة المسار نفسه، يقع التفجير في سوق أو مقهى أو على جانب طريق، يلم الأهالي جثث بعضهم ويتجهون صوب المقابر أو المشافي، ويحدث أن يفيض بهم فيخرجوا غاضبين يسألون أين أجهزة الأمن وأين وزير الداخلية القادم من ميليشيا بدر المتهمة بارتكاب جرائم حرب إلى موقع حافظ الأمن الأول؟ أين غرف العمليات وقوات الطوارئ والميزانيات التي تصرف؟ أين وأين وأين؟ لا جواب ولا من يتحمل المسؤولية. اللافت في تفجيرات الثلاثاء أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أقال المسؤول الأمني عن منطقة الشعب حيث وقع التفجير الأول، وترك مسؤولي باقي المناطق. من خبرة تراكمت قال عراقيون إن العقاب الإداري نزل على الأرجح بمن لا ظهير حزبيا له. التردي الأمني الذي يقارب حالة الانهيار يقود إلى المعادلة المعروفة بأن الأمن ابن الاستقرار السياسي، والعراق المتخبط في أمراضه السياسية منذ 13 عاما يعيش اليوم حالة شلل. برلمان معطل، حكومة غير منتجة، وكتل سياسية كل منها يغني على مصالحه. أما القوى العسكرية فعلى شاكلة شقيقتها السياسية خليط من ميليشيات وأركان ينخرها الطائفية والفساد، وتواجه تنظيما شرسا يرى كثيرون أنه هو نفسه أحد أبناء الاعتلال المزمن. ينسحب التنظيم تحت النيران الكثيفة ثم يعود، يتراجع ثم يضرب ويختبئ ثم يهاجم ويفجر. حروب تبدو بلا نهاية في بلد مفتوح على الألم والمجهول.